علا الفارس اخيرا صرحت بشكل مباشر عن سبب عداوتها للسعوديه، وبكده فجرت مفاجاه من العيار التقيل بصراحه. في الواقع هي فضحت نفسها بشكل اقل حاجه ممكن تتقال عنه انه شكل غبي. بمجرد ذكر اسم علا الفارس بيرتبط بالاذهان على طول اغنيه هلا بالخميس. بعد شويه هنكشف لكم حكايه اغنيه هلا بالخميس مع علا الفارس، واللي هتسمعوه وهتشوفوه بعينيكم صدقوني ما سمعتوهوش ولا شفتوه قبل كده. واستنوا مني المفاجاه. من المعروف ان صاحب الاهواء المتحركه اللي بيميل حيثما مالت المصلحه بتكون مبررات ميلانه سخيفه وغبيه وفاضحه له، وده اللي حصل مع علا الفارس. هنشوف اسباب عداء علا الفارس للسعوديه ونرد عليها بالعقل وبالمنطق وبالدليل الصادم. ومن فضلكم حطوا لي 30 خط تحت كلمه الدليل الصادم. هنفند كلامها وهنتحداها ان هي ترد على اللي هقوله من دلائل. فموضوع علا الفارس مع السعوديه مش موضوع بسيط وسهل في رايي، لان له ابعاد اعمق بكتير من مجرد علاقه تعاقديه وانتهت، ولان اللسان دايما بيفضح احيانا، فلسان علا الفارس وقعها في مشكله محرجه جدا هنعرفها بس بعد الفاصل. السلام عليكم. ندخل في الموضوع بسرعه لان موضوعنا النهارده مش قصير. علا الفارس بالتغريده دي وفي اطار ردها على شخص طالبها بالعوده لرشدها وان هي تسيب قطر، وبسبب كتره تغريداتها اللي بتدل على ان علا بتعول على بايدن انه يدمر السعوديه او يؤذيها، طالبها هذا الشخص بانها ما تتاملش من بايدن حاجه لانه مش هيغير حاجه في الشرق الاوسط. تقوم علا الفارس ترد عليه وتقول له: وما تعريف الرشيد؟ ولماذا اعود لذباب شتمني وشتم والدي وعرضي ليل نهار لتغريده وصفت بها حال الامه؟ نخلي بالنا هنا ان كلام علا الفارس في التغريده دي بيحتوي كذا نقطه بيستوجبوا التامل والتفكير. يا علا، بتقولي ليه اعود لذباب شتمني وتطاول على والداي وعرضي بسبب تغريده انت بتدعي ان هي وصفت حال الامه؟ طبعا انت بتتكلمي على تغريدتك الشهيره بتاعت هلا بالخميس. شوفي، انا اتحداكي ان يكون عندك رد على اللي هقوله، وعلى كل حال كلامي انا عارف انك لن تجرؤي انك تردي عليه، لان مجرد تفكيرك في الرد هيكشفك قدام من تبقى لك من المخدوعين فيكي. اطلقتي مسمى الذباب على الشعب السعودي، وده هو المسمى اللي بيستعمله الاعلام القطري لوصف السعوديين، ومش اي سعوديين، لا ده بيطلقوا على السعوديين اللي بيدافعوا على بلدهم في وجه آلة الاعلام القطري على منصات التواصل الاجتماعي. وهنا بنثبت انك مجرد آلة او بوق اعلامي بينطق بما يطلبه منه الممول، وبالتالي اوعي تحاولي انك تصوري نفسك على انك صاحبة رأي وشخصية مستقلة. فانت من جماعة حيثما مالت المصلحة ملنا، او بالبلدي كده زي ما بيقولوا عندنا اللي اتجوز امي بقول له يا عمي. بتتكلمي عن شتايم وطعن في العرض، وحسب متابعتي للموضوع يا علا من اياميها ان اكبر شتيمه اتشتمتيها كانت مناداتك باسم زيتونه، وزيتونه دي شخصيه كرتونيه اللي هي مرات باباي. وبرغم كده يا علا خلي بالك من اللي جاي لانه هيحرجك قوي. مع كده انت بتتكلمي على التطاول على الاعراض، فانت يا علا بقبولك العمل في قناه الجزيره القطريه قبلتي انك تكوني من ضمن فريق عمل اعلامي لصالح قطر بيتضمن الراجل ده اسامه فوزي يا علا، واسالي عنه استاذك جمال ريال لانه صديقه، واسالي عنه كمان زميلتك خديجه بن قنه اللي اسامه فوزي اتطاول عليها وعلى عرضها وعلى اعراض ناس تانيه كتير من ضمنهم الشيخه الام موزه المسند. فبلاش تتكلمي على الاعراض وصيانه الاعراض يا علا بينما انت بتشتغلي ضمن فريق اسامه فوزي عضو فيه. طيب اذا كم واحد شتمك واتطاول على عرضك ده على فرض، فهل برايك ده مسوغ كافي انك تتمادي بالوقاحه اللي ارتكبتيها في تغريده هلا بالخميس وتسحبي كرهك وحقدك على شعب كامل؟ وعلى سيره تغريدتك هلا بالخميس اللي هي سبب المشكله، تعالي وانا اكشفك وافجر مفاجاه قدام كل اللي بيحترموكي وبيعتبروكي اعلاميه. يا علا الفارس، انت بتقولي انك اتشتمتي ومش عارف ايه بسبب تغريده وصفتي فيها حال الامه. حال الامه يا علا؟ بذمتك انت وصفتي حال الامه؟ طب متاكده؟ يعني ده اخر كلام؟ طب ما تيجي اكشفك بقى على حقيقتك من تغريدتك ذات نفسها. التغريده سبب المشكله بتقولي فيها: ترامب لم يختر توقيت اعلان القدس عاصمه لاسرائيل عبثا، فبعد زيارته لنا تاكد ان العرب سيدينون الاعتراف الليله ويغنون غدا هلا بالخميس. يا علا، اولا ترامب لم يعلن القدس عاصمه لدوله السخام اسرائيل يا علا، هو اعلن اعتراف امريكا بها كعاصمه لدوله الزفت اللي اسمها اسرائيل. اسرائيل معلنه الاعلان ده من الثمانينات اصلا يا علا، والكونجرس الامريكي معترف بيها عاصمه لدوله الصهاينه من سنه 95 بالمناسبه يا علا، وترامب بس قام بتوقيع الامر التنفيذي لهذا الامر، وبالتالي ده يثبت ضحاله معلوماتك السياسيه وانك حبيتي بس
فرصه اركاب الموجه، وده طبيعي جدا باعتبارك مجرد فاشينيستا ومقدمه برامج منوعات مش اكتر. غير كده انت بتقولي انك وصفتي حال الامه في التغريده. علا انت كدابه وتغريدتك لئيمه وخبيثه قوي، والشعب السعودي لما ثار عليكي كان عنده اسبابه. فانت قلتي في التغريده جمله فبعد زيارته لنا. علا ترامب اصلا ما زارش الا السعوديه في العالم العربي كله، يعني انت بتقصدي بشكل حقير ان زياره ترامب للسعوديه هي اللي ادت لكده، واستعملتي اغنيه هلا بالخميس وهي اغنيه مشهوره برضه في السعوديه. وبالتالي كان واضح انك اثناء ما انت كنت بتاكلي من خير محطه محسوبه على السعوديه لما كنت بتلبسي الاخضر احتفالا باليوم الوطني السعودي، قررتي تطعني بلقم في السعوديه وظنيتي انك هتمسكي العصايه كده من النص، من ناحيه انك ترضي غوغاء الشعب العربي المتاثرين باعلام قطر وايران وتسيريهم، وفي نفس الوقت تحافظي على مصلحتك مع السعوديه واموال السعوديه. ولكن المغردين السعوديين كشفوكي وعملوا عليكي حفله، علشان كده اضطريتي انك تظهري حقيقتك كما هي بعد ما اخذتك العزه بالاسم. علا تعالي خدي المفاجاه دي. انت بتتكلمي عن شعوب بتغني هلا بالخميس وبرايك انها شعوب خذلت القدس، وبالتالي بتصوري نفسك انك مناضله في سبيل القدس. علا يا مناضله اللي بتتفلسفي على الشعوب اللي بتغني هلا بالخميس وبتصوري نفسك حامله هم القدس على عاتقك. انت ذات نفسك بتاع طرب وغنى وعايشه الجو بشكل هستيري كمان، والدليل اهو هو من ايدك انت كمان مش من عند حد تاني. يعني انت مقضيها طرب وفرفشه في الوقت اللي بتزايدي فيه على الاخرين بخصوص فلسطين والقدس. فلسطين ايه وقدس ايه يا علا؟ انت بتضحكي على مين يا علا؟ انت عارفه ان احنا عارفين انك ما تملكيش اي مقومات للاعلاميه السياسيه، انت فاشينيستا بتاعت اعلانات موضه ومذيعه منوعات. بكتيرك تتكلمي عن اخبار الفنانين والفنانات، تتكلمي عن الفنانه الفلانيه اتخطبت او اتجوزت او اتطلقت وايه اخر اعمالها الفنيه. فجاه يا علا عايزه تقنعينا ان قطر اتعاقدت معاكي وحطتك في قناتها الاخباريه الجزيره لانك اعلاميه سياسيه خطيره. انت بتضحكي على مين يا علا؟ انت عارفه ان هم تعاقدوا معاكي نكايه في السعوديه والامارات مش علشان موهبتك اطلاقا، انك ما عندكيش اي موهبه، وانت وافقتي بكل وطيانه على بيع نفسك ليهم. واذا كنت صاحبه مبدا يا علا كنت على الاقل بعد ما سبتي MBC رحتي اشتغلتي بقناه ثانيه تكون محايده نوعا ما، BBC او دوتش فيلا الالمانيه او روسيا اليوم او بس يا علا انت عارفه ان القنوات دي مش هتاخدك لانك مش بتاعه سياسه، وانت اصلا مش مؤهله سياسيا علشان تشتغلي في المجال ده اصلا. علشان كده قررت انك تمشي في طريق الوطيان ورحت اشتغلتي عند اللي بيعادوا السعوديه والامارات اللي هم اصحاب الفضل عليكي. واكبر دليل على انك مرتزقه يا علا تغريدتك دي. من جانبي لا احب ولا اكره، لكن الحال الذي عشناه في المنطقه اخر 4 سنوات من القدس الى التطبيع والحصار وغيره يجعل رحيل ترامب ممزوج بكثير من التفاؤل للمنطقه لا اكثر. والله يصلح الحال. يا علا بتتكلمي على انك متضايقه من التطبيع في الوقت اللي انت شغاله فيه في قطر اللي مطبعه من سنه 96 يا علا. بتعتبر الامريكان في زمن ترامب اعداء، بينما قطر اللي انت فضلتيها على السعوديه والامارات تم توسيع القاعده الامريكيه في قطر باموال قطر ذات نفسها يا علا. دي القاعده بالمناسبه اللي اتضرب منها العراق يا علا وتم احتلاله انطلاقا منها. قناه الجزيره اللي انت شغاله فيها يا علا زارها بريز وافتتحها، وانت جايه بتكلمينا احنا عن التطبيع. انت بتستعبطي على المغفلين من بعض متابعينك اقسم بالله. اما بقى استعمالك لكلمه حصار في التغريده دي فهو اكبر مثال على كذبك وانك مجرد مرتزقه ومجرد بوق. فلو قطر محاصره يا علا قولي لنا دخلتيها ازاي عشان تنولي رضا عمتك وستك وتاج راسك وكفيلتك موزه المسند وابنها خيال المآتة اللي اتصوروا معاكي علشان يستعرضوا قدام الناس ان هم بفلوسهم اشتروا جاريه تطبل لهم. عايزه تقنعينا يا علا ان شغلك في قناه الجزيره نابع من مبدا؟ فلو عندك مبدا فهل تجرؤي يا علا تكلمينا عن الفلسطيني زكي مبارك وتحكي لنا ايه اللي تعرض له في سجن سليفري في تركيا من تعذيب ونزع للاعضاء وغيره؟ طب يا علا هل تجرؤي انك تتكلمي ولو بتغريده صغيره عن عاهد مجدي الاردني وازاي الاتراك قتلوه ببطء لانهم كانوا بيمارسوا عمليه مساومه على ابوه في تركيا؟ مش هتقدري يا علا لانك بتخافي من انقطاع التمويل من كفيلك القطر. علشان كده اوعي تظهري بمظهر المناضلين اصحاب المبادئ. علا انت بتعادي شريحه من الشعوب العربيه بتقدر بمئات الملايين، عاديتي على الاقل شعوب مصر والسعوديه والامارات والبحرين ومعاهم عشرات الملايين
الملايين من بقيه الدول العربيه، وبالتالي انت بقيتي محروقه يا علا وملكيش اي مستقبل اعلامي. وده باعتقادي سر انك بعتي نفسك للقطريين. قلت لنفسك اشتغل جاريه عند اصحاب عقده النقص في قطر كام سنه، اعمل خميره كويسه تامني بقيه حياتي. صدقيني اذا كنت حسبتيها كده فوالله انت خسرانه، لان يوم محاسبه قطر قرب وانت وامثالك هتكونوا اكباش فدا وملكوش اي مستقبل اعلامي. باذن الله هيجي اليوم اللي الاعلام العربي ينضف من اشكالكم. خلاصه الكلام انك تكون واطي فدي حاجه ترجع لك، ولكن انك تبرر وطيانك بحجه واهيه وكذابه فانت هنا جمعت الوطيان من اطرافه، وكفايه لسع لحد كده. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.